لك على حاجة يمكن محدش قالها لك قبل كده. محدش جاي ينقذك، لا صاحب ولا قريب ولا حتى الظروف. لو انت مستني حد يشيلك من اللي انت فيه هتستنى كتير، انما لو قمت دلوقتي وبدأت تتحرك حتى لو خطوة صغيرة، ساعتها بس هتبدأ تبني نفسك من الصفر ومن غير ما تحتاج لحد. اعرف مكانك الأول، بص لحياتك دلوقتي زي ما هي من غير تجميل. اعترف بالأخطاء واعترف انك محتاج تتغير، وده مش ضعف، دي أول خطوة للقوة. 2. اختار الطريق. عايز ايه؟ مال ولا راحة ولا احترام ولا طموح ولا علم؟ حدد حتى لو مش متأكد بنسبة 100%. مفيش حد بيبدأ وهو عارف كل حاجة. ابدأ بحاجات بسيطة، كتاب تتعلم منه، كورس ببلاش، تمارين رياضية في البيت. حاجات شكلها صغير بس بتبني جواك بني آدم جديد. اوعى تقارن، اللي بتشوفه على السوشيال ميديا كذب منمق. ركز في رحلتك انت، كل خطوة بتاخدها هي انتصار. 5. اعمل روتين حتى لو يومك فاضي، يعني اصحى بدري، امشي، اكتب هدفك. عقلك محتاج يشوفك بتتحرك عشان يبدأ يساعدك. رقم 6. هتقع أكيد بس هتقوم. اللي نجح النهاردة وقع 1000 مرة، بس اللي قام هو اللي بيكمل مش اللي استسلم. بص، الناس اللي شايفينك فاشل هيبقوا أول ناس يقولوا كنا عارفين إنه هينجح لما تقوم على رجلك. بس قبل ما يصدقوك لازم انت تصدق نفسك. اوعى تستنى فرصة، اخلقها. اوعى تستنى دعم، ابني نفسك بنفسك. وصدقني هتيجي لحظة تقول انا اللي عملت كل ده لوحدي، وساعتها كل التعب هيسوى. ولو محتاج دعم انا موجود ومعاك، ورقمي هتلاقيه في الوصف. كوتش محمود عادل، في رعاية الله.